داخل مكتب الشبان العالمية في شارع رمسيس في ملتقى الفن والثقافة والإبداع الدكتورة أمل سندس والشاعر الكبير أستاذ عبد الله المغازي. معانا اليوم الشاعرة الكبيرة نادين العارف، وهي من أمهر وأعظم الشعراء الإسكندرية، وجاءت خصيصا من الإسكندرية إلى القاهرة إلى هيئة الشبان العالمية علشان نستمع إلى الشعر بتاعها. نرحب بحضرتك يا فندم. حضرتك تسمعيني ايه النهارده؟ سمع حضرتك نص اسمه نعي الورد. ورق الورود مالي الرصيف علشان ده خريف وطبعه الغصن بيدمع. عين العيال لمعت علشان شايفه الورد تايه في الشوارع زيهم. ياسمين وجوري وفله وريحانه متوزعين في الدنيا دي بالحظ، واكيد نبات فوق تربه متيتم مش زي غيره في جنة داخ من الهز، ولا زيهم قلب العيال برضه، لكن مصيرهم في الخريف واحد. خد الرصيف اتبرى من مشينا فوق، الهم كاس داير والكل بيدوق، الكيد في دم حريم ورجال في جفهم مكر. الدنيا مش آمنة في وصلهم أو هجر، والناس مداس داهس في الراحة والسكنة. حرب طول الزمن ومنهاش هدنة، الكل لا يؤتمن قاعدة بلا استثناء. ياكلوا في مال النبي وبيشكوا دي أجزاء وبيكسروا القوارير. جوري قطفها كلب بنفكوا عضعضها ورماها جنب الحيط. ياسمين جنايني سقاها خوف دبلت في وسط الغيط. قصفوا في عمر الفل بعقات تكتفها، وريحانة بيضة عبوها بريحتها. في الدنيا دي ممنوع تعيش الوردة. زن الزمن على الورد بقى كتير، تاني الوجع في القلب بيكرمشه، تجاعيد قلوب ما تبانش زي الجلد. عجز النفوس لا تلاقي له عكاز، ولا يد تشبع تسنده صدقة، ولا حتى ذكرى للعيال. يومك بيسقط من شجر عمرك، تبقى عبيط لو تنعي ورق ورد. الله عليك. يعني صراحة مش عارف اقول ايه، لان الورد اشتكى من الورد اللي جنبي. الله يخليك يا اسلام. والله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. واحنا سعداء بلقاء حضرتك النهارده، وان شاء الله نلتقي. انا كنت في اسكندريه لسه عندكم من حوالي شهر كده، ان شاء الله نلتقي ملتقى الثقافه برضه الدكتوره أمل سندس عندكم في اسكندريه، ونتشرف بلقائك ان شاء الله. شكرا جزيلا. كان معكم الدكتور مجدي الناظر، بوابه عاجل مصر وراديو سويتك. شكرا.